السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ كل عام وانتم طيبين. طبعا النهارده كلاسيكو التاريخ الفصل السابع. طبعا يا جماعه ان النهارده هنعمل مراجعه جزئيه للفصل السابع. كل الطلبه يا مستر الفصل السابع، طلبه السنتر اونلاين اليوتيوب، يا عم ما يهمكوش، احنا عارفين الفصل السابع مهم، بس هو في النهايه ايه؟ النهايه فصل تاريخ. يعني هو الفصل السابع تاريخ والباقي بطيخ؟ ما كله تاريخ، بس هم بيدوا عليه درجات كبيره فاحنا نديله اهميه اكتر. انا مش عايزك تبقى مربوك وانت بتذاكر الفصل السابع ان ده جاي منه الامتحان. عادي زي الرابع بيجي عليه 10 درجات، التاني بيجي عليه 12 درجه، السابع هيجي عليه 13 درجه. هم بيقولوا السنه دي عشان احداث جاريه واللي بيحصل مع اهالينا في غزه بس. فاحنا ما يعني مش عايزك تاخد الفصل على صدر الجو ومهم وصعب وبتاع. احنا النهارده هنراجعه بطريقه ان انا مش هخليك تستخدم فيديوهات الشرح معاه كمان، هتستغني عنها يا عم. يعني النهارده باذن الله الفصل السابع هناخده نمسكه يعني هنفتته خلاص مع بعض. هنمسك الفصل جزئيه جزئيه ونشوف الجزئيه دي بتسال عليها ازاي وهنحل ازاي والقصه تمشي معاه ازاي. هو فصل على فكره سهل جدا ان ذاكرته. هيبقى بص، اي حاجه في التاريخ ذاكرتها هتبقى سهله، اهملتها هتبقى صعبه. الموضوع مش ده مهم وده مش مهم، الموضوع انت بتعمل ايه في الفصل. احنا بنمسك الفصل هنراجعه مع بعض جزئيه جزئيه. الفصل ده هيوصلك على 3 فيديوهات، ما تجلكش هنلمه واحنا طبعا مع بعض. يا عم ما تجلكش، انت مع الامبراطور طالع من التاريخ دكتور. هنبدا دلوقتي مع بعض تفاصيل الفصل السابع. هنبدا مع بعض دلوقتي الجزء الاول من الفصل السابع خلاص، اللي هو فكره الوحده العربيه اللي هي القوميه العربيه. طيب بصوا يا جماعه، هو لما بدا الفصل ده انت عارف ان الوطن العربي في الفصل الخامس والسادس خدنا ايه؟ ان هو معظم البلاد العربيه تعرضت للاستعمار الغربي. طيب الاستعمار بيحتلك ليه؟ عشان يستفيد من خيراتك ومواردك. فأي فكر لاتحاد عربي عشان يتحرر من الاستعمار، الدول الاستعمارية هتحاول تحط قدامك عقبات أي معوقات. فهو أول ما بدأ الفصل السابع ده بدأ بإيه؟ بجزئية مهمة جدا، ودي بتبقى يعني اللي بيضع الامتحان عينه عليها شوية، اللي هي إيه؟ ما هي سياسة الاستعمار الغربي لتصفية تيار القومية العربية في فترة ما بين الحربين العالميتين. طيب احنا اتفقنا فترة ما بين الحربين اللي هي من 18 إلى 39، اللي هي الفترة اللي انتهت بها الحرب العالمية الأولى وبدأت بها الحرب العالمية الثانية. هو عايز يعرف يا بابا ايه هي سياسة الاستعمار. ممكن احنا نشيل كلمة سياسة الاستعمار دي ونحط اللي هي ايه؟ المعوقات، معوقات القومية، معوقات القومية العربية. ايه المعوقات التي وضعها الاستعمار الغربي عشان يضعف تيار القومية العربية؟ طيب انتوا فاكرين ال8 سياسات، انا بختصرهم بطريقة معينة عشان بحفظ من كل اول جملة كلمة عشان ابقى فاكرهم. خلاص هنمسك اول واحدة. 1 التقسيم، 2 النعرات، 3 الجنسية، 4 الطائفية، 5 العنصرية، 6 السياسية، 7 التعليمية، 8 كمان شغلونا. خلاص احنا مع بعض كده بحطهم في دماغي ازاي؟ التقسيم، الجنسية، النعرات، الطائفية، العنصرية، التعليمية، السياسية، كمان شغلونا. بنمسك احنا كل عنصر ونشوف الاستعمار عمل ايه كمعوق كسياسة عشان يضعف لنا تيار القومية. هنبدأ بأول نقطة بمين؟ ب1 التقسيم.
بصوا يا جماعة، الوطن العربي لما تبص على الخريطة احنا كنا قبل سياسات الاستعمار دي كأننا دولة واحدة. بمعنى انا من مصر عايز اروح ليبيا، بنتقل على طول، مفيش حواجز مفيش حدود، عن طريق شيء في الجغرافيا بتاخدوه اسمه التخوم، اللي هي الحدود الطبيعية بين الدول في سهولة. فجي الاستعمار قال لك لا، طب ما هو العرب ده لو فضلوا كده كتلة واحدة ده في خطورة علينا، لأن اتحادهم ده ممكن بكرة وبعده يخليهم يطالبوا بالتحرر من الاستعمار. طب نعمل ايه؟ أول سياسة قال لك قسم الوطن العربي إلى أجزاء، وأجزاء ايه؟ منفصلة، وعمل حواجز جمركية ليمنع حرية الانتقال والاتصال بين العرب. طب نمسك بقى العنصر ده. يعني ايه الاستعمار قسم الوطن العربي الى اجزاء منفصله؟ انتوا عارفين مثلا، فاكرين انتوا في الاتفاقيه بتاعه الحكم الثنائي بتاعه عباس حلمي؟ عمل ايه هو؟ راح قال ان مصر والسودان، مصر وانجلترا هيحكموا السودان حكما مشتركا، وراح عمل دائره العرض الماده الاولى 22 حد فاصل بين مصر والسودان. يبقى هو بيعمل بين مصر والسودان حدود سياسيه. الكلام ده ايام عباس حلمي الثاني. طب هل الكلام ده عمله الاستعمار في فتره ما بين الحربين؟ طبعا. برضو السودان عمل معانا ايه في السودان؟ لما اغتيل السرلستاك فصل مصر عن السودان ايام الملك احمد فؤاد الاول. خلاص، لو جه فتره ما بين الحربين هو فصل مصر عن السودان في ايام اللي هو احمد فؤاد الاول. لكن لما يقول لك 99 ايام عباس حلمي الثاني بعد حادثه فشوده. تمام؟ يبقى طب هو الاستعمار بيعمل ليه كده؟ فصل مصر عن السودان. طب كويس، الكلام ده عملوه فين؟ في سوريا ولبنان. فرنسا لما خدت أجزاء من سوريا أعطتها للبنان عشان تظهر لبنان الكبير على حساب الشعب السوري. كمان فرطت في أرض سوريا، بدأت تاخد أرض من لواء الأسكندرونة الأراضي السورية ومنحته لتركيا. ليه؟ عشان قلنا تركيا ما تخشش رشوة، ولا ما تخشش الحرب العالمية الثانية. هو كله ده بيعمل ايه؟ جسم المتجسم. هو بيعمل على انه يفتت البلاد العربية. ما هو الكلام ده عمله في سوريا لما قسم سوريا الى حلب، الدروز، العلويين، دمشق. يا شباب هو بيعمل ده كله ليه؟ هو مش عايز يخلينا كتلة، هو عايز يعمل ايه؟ احنا دايرة، يجسم حتة حتة جوه الدايرة عشان ده يضعف، واحنا عارفين ان الاتحاد قوة والانقسام ضعف. يبقى هو بيضعف، بيستخدم الاول علم السياسة ومستغل في كده الجغرافيا السياسية، انه بيعمل ايه؟ بيجسم حدود سياسية. طب كويس، يبقى هو استخدم سياسته ليه؟ عشان يضعف الرابطة العربية. طب كويس. طب والحواجز الجمركية، احنا فهمنا اجزاء منفصله زي اللي احنا شرحناه، مصر والسودان وموضوع سوريا. طب والحواجز الجمركيه دي ليه؟ عشان يمنع حريه الانتقال بين البلاد العربيه. انتوا عارفين في التكتلات الاقتصاديه في الجغرافيا لازم يبقى فيه حريه في نقل البضائع ومرور البضائع عشان نعمل تكتل اقتصادي. طب ما انا كده لما اعمل حواجز جمركيه انا بستخدم علم ايه؟ الاقتصاد عشان اضعف تيار القوميه العربيه. خلاص، يبقى الاستعمار اول حاجه عملها انه جسمنا جزء منفصل، بيضعفنا، بيحولنا الى دويلات، اللي هو جسم المتجسم. فده يمنع ان احنا نتكتل. جمركي يمنع ايه؟ حته العلاقات الاقتصاديه والتكتلات. وده الاستعمار عامله مستغل علم السياسه وعلم الاقتصاد. تمام؟ يبقى اول واحده التقسيم. 2 النعرات. ايه قصة بقى معانا النعرات؟ اللي هو التباهي بالاصل. بصوا يا جماعة، انا النهاردة لما اكون واحد مثلا مصري اقعد مع واحد سوري او لبناني، واقعد ايه بقى؟ اتنك عليه شوية كده، الجناطة بتاعتي وبتاع، وقاعد معاه وبقول له ايه؟ انت عارف انت قاعد مع مين؟ نحن الفراعنة حضارة 7000 سنة، احنا اصل الحضارات، احنا اللي علمناكم، احنا الكلام ده التباهي بالاصل. يا اخي ادينا ووطي نفوسنا.
السوري استفز، قال لي طب ما انت قاعد مع الفينيقي، الفينيقي ده اللي علمك ايه؟ الكتابه، لولا انا زمانكم كنتوا بتبصموا برجلكم، انا انت شبطنا ببعض. الكلام ده نعره محليه، التباهي اصلنا ده بيخلق نزاع داخلي ما بين الحضارات. طيب ممكن ناخد سؤال في الحته دي كده، سؤال مقالي، يجي يقول لك ايه؟ ما وجه الارتباط بين الحملة الفرنسية وسياسة الاستعمار لتصفية تيار القومية العربية؟ سؤال فيه فكرة بسيطة. انت بتقول لي عايز ايه؟ الحملة الفرنسية. طب مش الحملة الفرنسية دي هي اللي اكتشفت حجر رشيد، اللي عرف المصريين اللغة وتاريخهم القديم، وده اللي ساعدنا على ايه؟ ان احنا نعرف حضارتنا المصرية القديمة وندرسها، علم المصريات، واللي ده علمنا الحضارة الفرعونية. فده كان احد اسباب اثارة النعرات مين؟ المحلية. شوف الفكرة جاية ازاي؟ ان الحملة فكت الرموز، وحجر رشيد ده سبب من اسباب النعرات المحلية، لانه عرفنا تاريخنا الفرعوني. تمام؟ يبقى حتة النعرة المحلية ان انا بتباهى باصلي، كل واحد بيتمسك بحضارته. طب كويس. كمان ايه في النعرات المحلية؟ لما تقعد مع واحد يقول لك ده انا كنت النهارده قاعد مع سعودي، اصل انا هجابل اليمني، السوداني، التونسي. المفروض ما نقولش كده. هم كانوا بيعملوا ايه بقى؟ بيسموا العرب باسمائهم. احنا المفروض كلنا نقول احنا ايه؟ عرب، لان احنا ايه؟ واحد. فلما بيسمونا باسمائنا كده ده بيضعف، ده نوع من اضعاف فكره القوميه العربيه. المفروض احنا في النهايه كلنا عرب، اصلنا ايه؟ عربي. لكن تسميه العرب ده سعودي يمني، ده بيفكك فكره برضو من نوع من اضعاف تيار القوميه العربيه، عشان ما يبقاش كلنا اصل ايه؟ واحد. تمام؟ طب كويس. الجنسيه، طبعا انت عارف ان فرنسا راحت الجزائر. احنا دلوقتي لما بتتكلم عن كريم بنزيما لعيب الكوره، خلاص، اللي جه الاتحاد السعودي دلوقتي وكان بيلعب في ريال مدريد، ده اصوله اساسا بيلعب في منتخب فرنسا، اصوله جزائريه. زين الدين زيدان اللي كان بيدرب الريال، ده اساسا كان بيلعب في منتخب فرنسا، اصوله جزائريه. ايه القصه بقى؟ بصوا يا جماعه، هو عايز يطلعك عن اطار القوميه العربيه. القوميه العربيه دي عباره، العرب دول داخلين دايره، انا عايز افتت الدايره دي، اجسمها، القوميه جوه اهي. فاجي اقول له ايه؟ ده انت فرعوني، انت فنيقي، دي اسمها نعرات محليه. اعمل حواجز وجمارك، حدود. كمان اعمل له ايه بقى؟ اطلعه بره اطار القوميه خالص، بايه؟ ان انا اخلق جنسيه متعدده. يعني الجماعه الفرنسيين لما راحوا الجزائر فرنسوها ازاي؟ وبدأوا على القضاء على هويتنا العربيه والاسلاميه، الثقافه العربيه وهويتنا الاسلاميه. انه بدأ يلوح ليك انك تاخد جنسيه فرنسا. فاكر زمان فرنسا لما راحت احتلت الجزائر بدأت ايه؟ تدي الاراضي لليهود وتملكهم الاراضي، لان هم بيدوك جنسيه. طب وانا ايه اللي يخليني راجل جزائري اخد جنسيه فرنسا؟ عشان هو بيلوح ليك بالامتيازات الطبقيه الاجتماعيه يعني والاقتصاديه. يعني ايه؟ يعني اجتماعيا انا النهارده بديك جنسيه فرنسا، بعاملك مواطن من الدرجه الاولى في الجزائر، ليك كافه الوظائف، ليك كافه المناصب الكبيره، مفاصل الدوله تمسكها. طب مثلا طبقيا، ده اقتصاديا اهو، طبقيا بعاملك مواطن من الدرجه الاولى، اولادك يتعلموا في احلى مدارس، ليك احق المستشفيات الفرنسيه، بتتعامل كمواطن فرنسي. طب ما انا النهارده هبدا اسعى ان انا جنسيتي كجزائري فرنسي، طب ما انا اتعلم لغته. والكلام ده خدناه يا جماعه، اتاثر بمين؟ عباس فرحات، فكره الاندماج. ما هو دي الفكره اللي نادي بيها مين؟ جيموليه، انه عايز يعمل اتحاد فيدرالي عشان يندمج مع الجزائر. ما هو نفس افكار عباس فرحات، نفس الجمهوريه الرابعه التي طلب بها جيموليه، خلاص، اللي هي فكره اتحاد فيدرالي. تمام؟ عشان يطلعوا مصر في الوقت ده. يبقى هو بيعمل ايه؟
النهارده في ناس جزائريين كتير واخدين جنسيه فرنسيه، يتكلموا فرنساوي، تقعد تتكلم عن القوميه العربيه يقول لك انا مش فاهم منك حاجه، انا راجل فرنسي. ناس ليبيين واخدين جنسيه ايطاليا، مصريين انجلترا، فتلاقي التوانسه كلهم معظمهم جنسيه فرنسيه، فتلاقي الناس دي بره اطار القوميه بخلق جنسيه متعدده من الجنسيات العربيه. تمام؟ وربطنا احنا بتاع عباس فرحات. طبعا الطائفيه دي سهله، هو بيعمل ايه بقى؟ طبعا للاسف اللي هي مشكله الامه العربيه. قال ايه؟ طب انا في ناس مش قادر اخلص عليها بحته الجنسيه والنعرات، طب اعمل معاهم ايه؟ قال ابناء الوطن الواحد افرق في الدين. زي مين؟ قال لك مصر، المسلمين والمسيحيين. كويس. طب في دول اقدر مش الدين يعني اديان، الطوائف داخل الدين. زي مين؟ قال لي زي في العراق، ان انا اعمل ايه؟ احرش السنه على الشيعه والشيعه على السنه، اخلق صراع مذهبي داخل الدين الواحد. ما هو ده اللي خلى الحركه الوطنيه في العراق، اللي خلى بكر صدقي قام بالثوره، ما دي من احد عوامل يعني ايه خمود الحركه الوطنيه هناك. طيب لبنان الدروز والموارنه، طوائف مسيحيه هناك احرت بينهم. طب واليمن عندي السنيه والزيديه والمحميات. يبقى اصبح هو بيعمل ايه؟ بيعمل فتنه ما بين البلد الواحد الاديان وما بين الدين المذاهب والطوائف. طيب لو مسكنا الجزئيه دي يا جماعه، الكلام ده اللي عمله الاستعمار هل نجح في اماكن وفشل في اماكن؟ طبعا. في مصر والحمد لله فشل على يد ثوره سعد زغلول، ان المسيحيين والمسلمين في رباط الى يوم الدين، احنا كنا ايد واحده. فشل في المغرب، الجلاوي لما اتمسك من البربر اتمسك بمحمد الخامس. بس للاسف نجح في لبنان بسبب الدستور، وفي العراق الصراع الطائفي. يعني هو فشل في اماكن ونجح في اماكن. خلاص. طب كمان هنعمل ايه؟ قال لك ممكن نستخدم، طب في دول حته الطائفيه مش ماشيه، طب ما نستخدم معاهم قصه العنصريه. العنصريه ايه بقى؟ انت عارف ان مصر حاربت التفرقه العنصريه في جنوب افريقيا بعد ثوره 52. العنصريه ان انا اقول ايه؟ ادعي ايه؟ اقول تعالوا الجماعه اللي في المغرب البربر دول اساسا مش عرب. اما البربر يا عم، قال لك لا، دول قبائل من الوندال الاوروبيين ومن الرومان جم قعدوا عندكم، فدول اساسا اصولهم مش عربيه، هم اسلموا بس اصلهم مش عربي، دول من الموالي. ماشي. واللبنانيين دول جم مع الحملات الصليبيه، الفرنجه الصليبيين اللي من فرنسا المانيا بلجيكا. يبقى لما اقول لك انا القضايا العنصريه عند العرب التي اثارها الاستعمار ترتبط بقاره مين يا برنس؟ اوروبا، الوندال الاوروبيين الرومان، والاثنين. وما تنساش يبقى لبنان كده فيها مشاكلين، النعرات والطائفيه والعنصريه. الدوله اللي جمعت 3 مشاكل لبنان. ماشي؟ يعني لبنان دي انتوا عارفين لبنان احلى دوله في الوطن العربي، بهدلوها باثاره الكلام ده. خلاص. وخاصه الدستور اللبناني حته الطائفيه، لان ده خلى لبنان دوله مش متجانسه مش مترابطه. خلاص. وده ادى لصراع داخلي. طب كويس، يعني انت عايز تقول لي ان العنصريه الوندال ودي قضايا عنصريه، واحنا ما ننساش ان مينو كان متهم بالعنصريه عندما لم يشرك المصريين في الصناعه، وعثمان رفقي كان عنصري التفكير لما قال لا 31 يوليو 80 في المنشور. كل ده نوع من العنصريه. وعلى فكره بيعتبر هتلر عنصري، اضطهد اليهود الالمان وحرجهم. طب كويس. ايه كمان تاني؟ السياسيه. احنا هنعمل على تعدد النظام السياسي. ليه؟ احنا الكلام ده قبل، ما هو الفتره دي قبل ثوره 52. قال لك هنخلي مصر والاردن والعراق حكمهم ملكي، وسوريا ولبنان جمهوري.
طب واللي في النص بينهم اللي هي فلسطين هنفتحها امام الهجرات اليهوديه. ما هو انتوا عارفين في الجغرافيا بنقول ايه؟ عشان نتكتل اقتصاديا وسياسيا لازم الانظمه تبقى موحده، والملكي ضد الجمهوري، وده بيخلق نزاع محلي. يبقى احنا نعمل ايه؟ ما نخليهمش، نعدد لهم الانظمه، فده يضعف لهم تيار القوميه العربيه. ماشي. التعليميه، تحياتنا لدلوب البقره الحلوف. فاكرين المستشار الانجليزي اللي كان بيموت روح الابتكار عندنا؟ هو بيعمل ايه؟ بيخرجنا بره اطار الفكر الحديث. لما الانجليز مصر جم احتلونا، اللغه السائده في التعليم الانجليزيه. 2 الفرنسيه في الجزائر، الايطاليه في ليبيا. ده بيحاول يضعف عندك تيار القوميه. طب وادي كده كده. طب السياسه دي مين اول من حاربها؟ اولا حاربها بتاعت سياسه دلوب عندنا محمد فريد، لما وسع قاعده التعليم بالمدارس الليليه. ما تنساش سعد زغلول اول وزاره شعبيه. سعد حارب السياسه دي، انه زود الميزانيه وجعل التعليم الزامي للبنين والبنات. بس هم يعني بيستخدموا التعليم هنا في الاول، يعني يعتبر التعليم هنا ليه اثر ايه؟ ايوه سلبي. انه بيستخدم اصل التعليم هيلعب ادوار مختلفه يا بابا. هو هنا التعليم ليه اثر سلبي، بيستغل التعليم يطلعك بره اطار الفكر، انه يضعف لك. انا النهارده راجل لغتي الاولى مثلا انجليزيه، تقعد تكلمنا عن القوميه العربيه مش هبقى فاهم. لما انت بتتكلم عربي ومش فاهم يعني قوميه، مش حال باجي لو هي لغتك الاولى انجليزيه، طبعا مش هتفهم اي شيء انا هكلمك بيه عن القوميه. تمام يا بهوات؟ 100 100. اخر حاجه بقى انهم شغلونا. شغلونا بايه؟ باطماع، بحكام للاسف، بعروش وهميه، فخلق تنافس اقليمي ومحلي بينهم. خلي بالكم معايا، فاكرين العروش الوهميه اشهرهم مين؟ فيصل ابن الحسين لما عينوه عرش وهمي في العراق، توفيق طبقا للقانون الاساسي بتاع اللورد ديفرين، فعليه واسميه اهو، هم جايبينه منظره. كمان لما شالوا في المغرب بعد حادثه اغادير، بعد المؤتمر الجزيره، شالوا السلطان عبد العزيز اللي كان حاضر وجابوا مولاي عبد الحفيظ عرش وهمي. كله دي عروش وهميه عشان يقدروا يبقى ليهم فضل على الحكام دي، يضمنوا ولائهم ليهم. يبقى الاستعمار بيشغلني بحاكم كل همه الحفاظ على الكرسي، على العرش الوهمي بتاعه. تمام كده؟ يبقى الاستعمار حاطط لي بعض السياسات كل هدفه يضعف لي تيار القوميه. القوميه العربيه قلنا احنا في دايره، فهو عمل ايه عشان يطلعك بره الدايره؟ التقسيم، الجنسيه، النعرات، الطائفيه، التعليميه، العنصريه، السياسيه، كمان شغلونا. خلاص؟ حتى انا دايما طلبه السنتر عندي بنقعد النهارده نغنيها ازاي؟ جسمونا، نعرونا، جنسونا، عنصرونا، طوفونا، علمونا، سيسونا، وكمان شغلونا. سهل جدا. اول ما اقول للطالب السياسات يقول لي جسمونا، نعرونا، جنسونا، علمونا، عنصرونا، طوفونا، سيسونا، وكمان لهونا وشغلونا. تمام؟ اول نقطه اهي في الفصل سياسات الاستعمار. طب تمام، ايه اثر السياسه دي يا جماعه؟ اثرها ادت الى التباعد بين العرب. طبعا كل دوله بيجي ليها حدودها السياسيه، فبدا ده بدل ما نبقى حته واحده تبعدنا. اثر السياسات دي 2 اضعاف تيار القوميه العربيه الى حد بعيد. القوميه العربيه بدات تضعف لحد ما. ليه لحد ما بقى؟ راح ماسك لي في الجزئيه الثانيه، قال لك ايه؟ رغم اللي بيعمله الاستعمار ده، لا خوف على القوميه العربيه. بص يا ابني، احنا رغم اللي بيعمله الاستعمار بينا، بس على الاصل دور. احنا مش جلجانين. ليه؟ ما دامت هناك مين؟ 1 اللغه العربيه. انت عارف اللغه دي بتعمل ايه؟ بتربط العرب. احنا لغتنا كلها لغه عربيه، فده سهل ان احنا نتواصل تاني ونتحد ونتكتل.
ما دام هناك التاريخ الذي يربط المصير. احنا في مركب ايه؟ واحد. العرب كلنا مصيرنا واحد، نحن كلنا نسعى الى القوميه. طب تمام. ما دام هناك الثقافه يعني ما دام اللغه والثقافه دي اسمها الايديولوجيه، حاجه ثقافيه، بينما التاريخ عامل سياسي. يبقى في نواحي ايديولوجيه سياسيه. يعني انا مش خايف لغتي، تاريخي اللي بيربط ثقافتنا، وجداننا الثقافه دي بتربط وجداننا. يعني لما تقعد مع واحد سعودي يمني ثقافتنا واحده، تلاقي بنحن لبلدنا. يعني انا رحت اسافر السعوديه، اقعد مع السعودي اقول له انا بحن لاولادي في البلد في الصعيد وبتاع، يقول لي ماشي انزل خد اجازه على العيد. عندنا الحنان. لكن تقعد مع واحد اوروبي ما عندوش الثقافه دي. احنا ثقافتنا ايه؟ واحده. يبقى اول حاجه الاستعمار بيعمل كده، بس انت ما تخافش، ما نخافش على القوميه ما دام لغه تاريخ ثقافه الايديولوجيه بتاعتنا. ولذلك في فتره ما بين الحربين حصل ايه بقى؟ انت النهارده الاستعمار بيحط لك عقبات. بدأ العرب يشعروا بوجوب إحياء القومية العربية في العقد الرابع من القرن العشرين. ايه اللي حصل في العقد الرابع من القرن العشرين؟ احنا متفقين العقد، فاكروا ايه العقد بقى والغوش والاساور؟ بص يا عم، من 1 ل10 العقد الاول، 10 ل20 تاني، بنزود واحد على طول، من 20 ل30 التالت، من 30 ل40 العقد الرابع. خلاص، يعني في فترة الأربعينيات من القرن العشرين العقد الرابع. ايه اللي حصل؟ ماشي، خلانا بنقول لا، ده احنا لازم القومية دي ستنمو، هتزدهر تاني، هتطلع تاني، تحيا تاني. بسبب ايه بقى؟ واحد، تقدم وسائل النقل والمواصلات. تمام؟ مادام في تقدم في النقل والمواصلات. 2، في ايه كمان تاني؟ تقدم وسائل الاتصال الحديث. 3، مع 3 تقدم، واحدة منح ايه؟ محنة. تقدم ايه تاني؟ تقدم مناهج التعليم. 4، المحنة المشتركة. بص يا اخوان، تقدم وسائل النقل والمواصلات اللي هو ايه؟ دلوقتي العربية، الطيارة، خلاص سهل. كان زمان بننتقل بالجمل ما بين البلاد العربية، فده كان ايه؟ متعب علينا شوية. لكن النهارده في وسائل اتصال حديثة. طب ده تغلب عن اي عقبة للاستعمار. تقدم وسائل الاتصال دي، تعرف ده تغلب على ايه؟ اللي هو تقسيم الوطن العربي كوسيلة. يبقى ده اتغلب على احدى معوقات الاستعمار. خلاص؟ طيب، النهارده وسائل الاتصال الفكري الحديث، الطباعة، الإذاعة، دلوقتي الإنترنت، الصحف، ده سهل إن أنا أنشر فكرة القومية العربية. يبقى ده حاجات اسمها وسائل الاتصال. تقدم مناهج التعليم، يبقى التعليم لعب دور سلبي وإيجابي بالنسبة للقومية. سلبي إن الاستعمار استخدمه كسياسة لضعاف التيار وخرجنا بره الفكر الحديث. أما إيجابي، النهارده وحدنا مناهج التعليم، فسهل إن احنا ننشر فكرة القومية العربية بين أبناء الوطن العربي. التعليم اتقدم في البلاد العربية كلها. النهارده اتفضل راجع على الخليج العربي، أعلى مستوى تعليمي. يبقى احنا النهارده تقدم التعليم ده ساعد على التقارب، رغم ان هم استخدموا التعليم يضعفنا. المحنة المشتركة، الاستعمار الغربي، لا تعايرني ولا عايرك، ده الاستعمار طايلني وطايلك. احنا كلنا احتلينا عشان كل دولة احتلت لوحدها، فسهل على الاستعمار انه يستفرد بينا. فاحنا الاستعمار ده كلنا عايزين نتحرر منه، وخاصة انه يدخلنا الحرب العالمية الثانية لا ناقة ولا جمل فيها. حتى فاكر انت ساعتها لما كانوا عايزين يجبروا في الاول علي ماهر الدور البطولي الوحيد اللي عمله،
لما قالوا له خش معانا واعلن الحرب على دول المحور رفض، فمشوه من الوزاره، واجبروا النحاس ان يساندهم في الحرب العالميه الثانيه لما اختاروه بامل الحصول على الاستقلال. تمام؟ يبقى انا النهارده 3 تقدم، واحده محنه. ده العامل السياسي، ده تقدم وسائل الاتصال، دي تقدم التعليم، ده شيء ثقافي. تمام؟ كويس. يبقى العرب قالوا لا، احنا لازم نحيي القوميه العربيه. تمام؟ طيب قبل ما ننتقل للنقطه دي، النقطه الجايه، خلاص العرب كده، ممكن اسالك سؤال كده فكري. مع اي سياسات الاستعمار يتفق تصريح 28 فبراير 22؟ تقول له مع ايه؟ فكر كده. مع إثارة الفتنة الطائفية، لأن التصريح ده قال لك نحمي الأقليات، يبقى مع إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين. دي بس كده إيه عشان تربط بيها الأحداث. يبقى إحنا خدنا في الأول سياسات الاستعمار، ما تخافش على القومية. رقم 3 التاريخ بيقول حتمية. طب إيه اللي حصل بقى؟ بدأنا العرب خلاص قالوا إحنا لازم نتقارب، والتاريخ بيقول هنتحد وإحنا لازم نبقى إيد واحدة. راح ظهرت حاجة اسمها أشكال التقارب بين البلاد العربية لتصفية الخلافات في فترة ما بين الحربين. بصوا يا جماعة بقى، النهاردة احنا كمدرستنا مثلا عندنا في الصعيد في المنيا رايحين نعمل مسابقة أوائل الطلب، فهنلعب مدرسة أخرى. فلقيت طالب جاي بيقول لي التيم بتاعنا يا أستاذ بينه خلافات، الطلبة مختلفين، مين يخش امتحان الفيزياء، التاريخ، الإنجليزي، العربي، ما بين المدرسة الثانية. قلت لهم لا، احنا ما ينفعش نروح واحنا مش ايد واحدة، تعالوا نقعد مع بعض. وقعدنا وصفينا الخلافات، وخليت التيم كله ايد واحدة. ما انا النهارده عايز ابقى ايد واحدة، فلازم نعمل نصفي الخلافات. ما هو لا محبة لا بعد العداوة. نفس القصة، العرب بدأوا يصفوا خلافات فترة ما بين الحربين. خلي بالك اللي هقوله، احنا بنعملهم ازاي؟ دي المؤتمرات ومعاهدات. انا عندي معاهدات لتصفية الخلافات، وبعد كده هنعمل مؤتمرات، خلاص. وبعد كده تاني؟ يبقى معاهدات لتصفية خلافات، ثم مؤتمرات، ثم معاهدات أو مؤتمرات تخصصية. مؤتمرات تخصصية، يبقى معاهدات، مؤتمرات، اتفاقيات تخصصية. طيب هناخد الأول مين؟ المعاهدات. راح الكتاب كاتب لك ايه المعاهدات لتصفية الخلافات؟ السعودية واليمن 1934، السعودية والعراق 36، السعودية وأم الدنيا مين؟ مصر 36. مؤتمرات القضية الفلسطينية هناخد بلودان 37، مؤتمر بلودان، ومؤتمر المائدة المستديرة ده بسوريا، ده بلندن 39. ثم تخصصات، ما احنا قلنا معاهدات، مؤتمرات، اجمع التخصصات. تخصصات مين يا باشا؟ الطبي 37، المحامين 44، سلم لي على المهندسين 45. خلاص، أين المهندسين 45؟ أين المدرسين؟ مش فاضيين، عندنا أونلاين ومراجعات. خلاص، دي الناس الرايقة. بص يا بابا، الجماعة هو بيوريك إيه؟ إن العرب قالوا بص تعالوا نصفي الخلافات عشان نبدأ صح. فتلاقي أول تصفية خلافات معاهدات بين مين ومين؟ السعودية واليمن.
والكلام ده اتذكر في الفصل السادس. اليمن والسعودية كانوا عاملين مشكلة حول منطقة عسير بين عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين، وحصل نزاع بينهم، وقلنا اليمن تنازلت للمملكة العربية السعودية عن منطقة عسير بموجب اتفاقية مين؟ الطائف. يبقى دي أول مشكلة حدودية في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، اللي هي اتفاقيتها كده الطائف. تمام كده بيطبقوا ميثاق الجامعة اللي هناخده دلوقتي، عدم الالتجاء للقوة. طيب السعودية والعراق دي مهمة جدا بقى. ليه؟ دي سموها يا جماعة الإخاء والتحالف. طب يا عم حسام، ما احنا خدنا قبل كده مستر الصداقة والتحالف، دي 36. ده الاستعمار هنا الإنجليزي مع مصر عشان مصالحه، هنا بقى معاهدة الإخاء والتحالف. احنا بنصفي خلاف موروث الفصل السادس ما بين الشريف حسين الهاشميين وأسرة عبد العزيز آل سعود، وراحوا قالوا احنا هنتبادل في الاتفاقية دي عسكريا وثقافيا، والاتفاقية دي مفتوحة لانضمام أي دولة، يعني مش مغلقة. وراح داخلة معانا مين؟ اليمن 37، وهي مفتوحة لانضمام أي دولة عربية. طيب أنا كان عندي في السنتر جبت للطلبة اختيار كده في فكر بسيط، بقول له إن في معاهدة بدأت ب3 وانتهت ب2، ومعاهدة كانت ثنائية وبقت ثلاثية. المذكور في كل منهما ايه؟ السيكوس والطائف. سيكوس بيكو كانت 3 بحضور روسيا القيصرية، سربتها ثورة البلاشفة فاقتصرت على انجلترا وفرنسا. بينما دي ثنائية معاهدة الإخاء مع العراق، دول اخوات، لكن الانجليزي ده صديقي فسمينا دي إخاء، واحنا مع الانجليز صداقة. وانضمت ليهم اليمن بقت ثلاثية. يبقى واحدة ثلاثية انتهت ثنائية، والتانية ثنائية انتهت ثلاثية. المقصود بالسيكوس والطائف. اوكي طب تمام يا شباب. السعودية بقى ومين؟ وأم الدنيا. يبقى السعودية استفادت في فترة ما بين الحربين أكتر دولة لتصفية الخلافات. سعودية يمن، سعودية عراق، سعودية مصر، واديني في الميكروباص اشحن واركب على الموجة. أول 3 سعودية يمن سعودية، أول 3 اديني في المعاهدات. طب والسعودية ومصر ايه؟ ده أقدم خلاف، ودي جت في الامتحان. أقدم خلاف كان موجود لما إبراهيم قضى على الحركة الوهابية. انتوا عارفين إن إبراهيم قضى على الحركة الوهابية من 1811 ل 1819. احنا وقعنا مع السعودية اتفاق لتصفية خلافات، ولذلك عام 36 ده عام فيصلي. زي ما الاستعمار كان بيسعى يتقارب لينا، طب واستعمار يتقارب لينا ايه؟ ما بين انجلترا ومصر، وما بين فرنسا وسوريا ولبنان. كانوا بيحاولوا يتقاربوا لينا، احنا في نفس الوقت كنا بنتقارب. طيب في بقى مؤتمرات، مشكلة المشاكل مين؟ فلسطين. في مؤتمر انعقد وفود عربية بلودان 37. احنا هناخد النهاردة، كان في الوقت ده يا باشا لجنة بيل بتجسم، فاحنا كرد فعل الرفض التقسيم الظالم عملنا مؤتمر في سوريا بلودان العرب ايد واحدة لمناقشة قضية فلسطين وخطورة الصهيونية ومكافحة الصهيونية. ومؤتمر اتعمل بلندن 39 المائدة المستديرة اللي ناخده بالتفصيل، ضمت وفود عربية عشان نناقش المشكلة الفلسطينية ونصل إلى حل ليها. يبقى العرب هناك مؤتمرات لمناقشة ومكافحة الصهيونية فترة ما بين الحربين، تقول له بلودان والمائدة. أما التخصصات بقى يا جماعة، التعليم جاب له نتيجة لما الأطباء، المحامين، المهندسين، بس أقدم مؤتمر تخصصي كان بمين؟ الطبي. لما نقعد نناقش مشاكلنا ونصل الحلول والاتحاد وفكرة القومية، يبقى ده دليل ان العرب ايد واحدة، ودي مؤتمرات ناس مثقفين، اطباء، محامين، ده اثر عملية مين؟ التعليم. خلاص؟ طب كويس. يبقى احنا نقدر نقول اشكال التقارب 3 سعودية، 2 فلسطينية، ابا سلم لي على المهنية. تمام؟ اديني في حاجة اسمها احنا عملنا معاهدات ثم مؤتمرات، واديني في التخصصات. تمام كده؟ طيب العرب
الفكرة بدأت تختمر قوي، ونمت فكرة الوحدة أثناء الحرب العالمية الثانية. ليه بقى؟ بصوا يا جماعة، العرب بدأوا يشعروا إن كل دولة على حدة وهتشوف مشاكلها الخاصة بيها، ده مش هينفع، لأن الاتحاد قوة والانقسام ضعف. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعرب بدأ يدركوا الكلام، بدأوا يدركوا، قالوا لا بقى احنا كل دولة بمشاكلها، لأن العود يحمي بالحزمة. ما انت النهارده انا لو جبت لك حطبايه الواحده وقلت له خد اكسرها تكسرها كده، لكن ما احطها لك في حزمه طب خد اكسرها مش هتقدر. فاحنا قلنا طب خلاص. وخاصه في الحرب العالميه الثانيه العمليه بدات تنمو. ليه بقى؟ واحد، بسبب الاستعمار الغربي. يا اخوانا دخلنا في حرب ملناش فيها، عانينا من ويلات ملناش فيها، زي ما انا قلت لك لما اجبروا النحاس وكانوا عايزين عليه مال. اتنين، خطوره المشكله الفلسطينيه. يا اخوانا مشكله فلسطين كانت جرس انذار للعرب. وفي الوقت ده بقى في الحرب العالميه الثانيه ظهر دور امريكا، فبدا العرب يشعرون بخطوره المشكله الفلسطينيه استفحالها، فقالوا لا. فبدات الفكره تنمو ما بين العرب وتتقارب ان احنا لازم نتحد. تمام؟ كويس. حصل ايه في الوقت ده بقى؟ حصل مفاجاه. في ايه؟ لقينا في الوقت ده واحد اسمه مستر إيدن، وزير خارجية إنجلترا. فوجئنا أن بريطانيا هترحب بأي مشروع لوحدة العرب. نعم، بريطانيا الاستعمارية. طب ما ده خطر على مصالحها؟ قال لك لا، الدنيا مصالح بتتصالح. طب قول تاني السؤال كده. بريطانيا بترحب أثناء الحرب العالمية الثانية. يا إخوانا بريطانيا في الحرب العالمية الأولى كانت عايزة مساندة اليهود عشان يساعدوها على دخول أمريكا ويلسون، فرمت لهم وعد مين؟ بلفور، اللي هو ضد مصالحنا. جت في الحرب العالمية الثانية بدأت توجع في عرض العرب. طب ليه هي في الحرب العالمية الثانية عايزانا؟ الكلام واضح. أول نقطة، واحد، إرضاء للعرب للوقوف معها في المحنة القائمة. إخواننا إنجلترا في محنة، في بداية الحرب هتلر كان طاحنهم، فهي عايزة قوة تبقى معاها تساعدها تساندها تقف في ظهرها. يبقى في علاقة بين الحرب العالمية الثانية اهو وإن بريطانيا بتشجع. اتنين، ليه كمان ده بقى؟ لأن الحرب العالمية الثانية بينت لبريطانيا أهمية العرب الاقتصادية والاستراتيجية، وده السبب الرئيسي ليها. اقتصادي، عرفت ان احنا عندنا مين؟ البترول. كان تدفق بقى البترول في البلاد العربية، وده البترول له قيمة اقتصادية. يبقى ما العلاقة بين مصادر الطاقة وتأييد بريطانيا؟ أصل حتة البترول دي هتمشي معانا في الفصل كله. النهارده ما كمصدر للطاقة هي عايزة دول الخليج البترولية، والعرب أغنياء بالبترول، ده شيء اقتصادي. استراتيجي، عندهم مين استراتيجيا؟ الدنيا مين؟ مصر. عندنا قناة السويس. فقالت لا، ده الناس دي لو سندوني هيدوني أهم شيء استراتيجي القناة، اقتصادي بترول. يبقى أنا حيالهم أقول لهم ما اتحدوا، مش عايزين يتحدوا نتحد، ما أنا بلعب على مصالحي. في الحرب العالمية الأولى احتجت اليهود حيلته، في الثانية أحيل العرب، وهي الدنيا مصالح بتتصالح. ماشي. 3، ليه كمان تاني؟ عشان تخفف حدة عداء العرب ليها. الإنجليز يعلموا إن إحنا أكره ناس، إحنا العرب بنكره عمى الإنجليز بسبب وعد بلفور، لأن هم المسؤولين عن القضية الفلسطينية، فهي عايزة تخفف العداء ده. 4، لنتكتل وراء مصالحها، لأن معظمها مناطق نفوذ إنجليزي، فمن السهل توجيهنا لمصالحها. بمعنى لو العرب اتكتلوا هيبقى لهم رأي
واحد. انا لو العرب متفرجين هقنعهم ازاي؟ ده ليه راي وده ليه راي، لكن لما كتلهم يبقى لهم صوت واحد، وانا استفيد منهم وهم اقوياء، لان يبقى لهم راي واحد الوقوف معايا، وده هيفيدني انا انهم يتكتلوا عشان اقدر اتعامل مع صوت واحد. يعني انت بريطانيا انت من مصلحتك العرب يتحدوا. قالت والله كل واحد بيلعب على مصالحه. فوجئنا بمين بقى؟ بمستر ايدن وزير خارجيه انجلترا يوم 29 مايو 41. طبعا المنشور عندك في الكتاب، وده معلومه اسرائيليه بنقوله كده بس مختصر يعني. طب انت مستر ايدن بتقول ايه عشان نحلل الكلام ده؟ بيقول ان كثير من مفكري الامه العربيه يرجون لها الوحده، وان حكومه صاحبه الجلاله لا ترى مانعا من اي مشروع يؤدي الى وحده العرب. يعني من الاخر يا عرب، اذا كان في تفكيركم الوحده، حكومه صاحبه الجلاله على لسان وزير خارجيه اكبر دوله في العالم انجلترا ما عندناش مانع. مفاجاه. طيب مستر ايدن في الدعوه دي دعوته ما هو للوحده العربيه. طب ما هو التصريح اللي بيعمله ايدن ده بيحاول يضحك علينا، زي نربط منشور نابليون، حاول يضحك علينا بس ما كناش من الكلام ده، زي المنشور اللي عملته بريطانيا في العراق. يا اخوانا احنا مجربين الانجليز. يا اخوانا الانجليز محمد علي كان عمل مشروع وحده عربيه، اكتر ناس وقفوا له في تسويه لندن. الشريف حسين رغم ان هم كانوا اتصالات وقفوا له ضد مشروعه. فاحنا مجربينهم في مشاريع الوحده قبل كده. فلما انجلترا جالت هذا المشروع قابله العرب بفتور شديد. الفتور اللي هو التجاهل. ليه؟ قالوا ما احنا مجربينهم يا عم، ده احنا عملنا وحده ايام محمد علي وقفوا لنا، والشريف حسين وقفوا لنا، يا عم ده باين انجلترا بتعمل كل مصلحتها، هرشنا اللعبه. زي ما بتقول احنا فاهمين انجلترا وفاهمين اسلوبها ومجربينها قبل كده، فما حدش استجاب، قابلناه بفتور يعني تجاهل. خلاص؟ طيب جه بعد كده مين؟ انجلترا مش فاهمه ان احنا بنفهم، فسكتت. ففوجئنا بمستر ايدن فبراير 43 بيقول يا عرب لو سمحتوا، احنا قلنا لكم اتحدوا، بس الوحده ده منشورنا الثاني يجب ان تكون من داخلكم. هو انتوا مستنين ان احنا نوحدكم ولا ايه؟ هي بتقول انتوا اللي تتحدوا مش انا اللي اوحدكم. في الوقت ده من حظها كان رئيس الوزراء في مصر اللي مسك بعد حادثه 4 فبراير لما اقالوا حسين سري، حادثه قصر عابدين، كان النحاس. والنحاس عنده نوع من القوميه العربيه، بيؤمن بالفكره. فاول ما ايضا جالي الكلام تاني النحاس استجاب، وجاء عندنا في مجلس الشيوخ فجر مفاجاه في خطاب الدوره البرلمانيه ان مصر في طريقها انها تعمل مشروع الجامعه. واللي قالوا النحاس في الخطاب عملناه، اللي هي اول حاجه مشاورات ثنائيه، لجان تحضيريه، ثم نصدر بروتوكول اسكندريه. طب نقولها دي تاني، النحاس هيقول مشاورات ثنائيه، اول خطوه لجنه تحضيريه، بروتوكول اسكندريه. بص يا شباب، النحاس استجاب وقال لمجلس الشيوخ احنا في طريقنا هنعمل الجامعه. ماشي؟ ان منذ النحاس قال له بدايه الخطاب بايه؟ خلاص؟ اني معني مهتم منذ قديم الزمن بامر وحداتنا، يعني انا بفكر في الوحده من قبل ايضا. طيب ميزه النحاس في دعوته للجامعه ايه؟ طب ما هو محمد علي كان عايز يعمل مشروع وحده عربيه، بس محمد علي اقتصر على الجناح العربي والاسيوي. طب والمعلم الشريف حسين كان مقتصر على الجناح الاسيوي بس. اما النحاس بقى دي كانت تمتاز بالشموليه. العرب كلهم بقى، شرقهم بغربهم ببابا غنومهم بسلطاتهم بكله. يبقى النحاس يعني عيب محمد علي كانت تخصصيه شويه، هو والشريف حسين
واحد عايز جناح اسيوي وافريقي، والتاني جناح اسيوي بس للوحده العربيه، ده شامله العرب كله. فالنحاس عمل ايه؟ قال الاول انا اعمل مشاورات ثنائيه في القاهره. ليه؟ عشان نصل الى تصفيه خلافات، لان كل حاكم ليه رايه، فجيبهم اتنين اتنين ابدا ادردش معاهم واخلص الخلاف. دي مشاورات ثنائيه. بعد ما عمل المشاورات الثنائيه لتصفيه خلافات، راح طالع على مين؟ على اسكندريه، وعملوا لجنه تحضيريه في 25 سبتمبر 44. نتج عن اللجنه دي صدور بروتوكول 7 اكتوبر 44، اللي هو بروتوكول الاسكندريه لانشاء جامعه الدول العربيه. البروتوكول دي اللي هي خطوات، يعني ايه متفق عليها، خطوات هنمشي عليها، نصوص هيتفق عليها هنأسس على اساسها جامعه الدول العربيه. خلاص؟ يبقى هو عمل اللي جاله عمله في الخطاب، اللي هي اول حاجه الراجل عمل مشاورات ثنائيه، ثم عمل لك لجنه تحضيريه، ثم صدر بروتوكول اسكندريه. بصوا يا جماعه، الكلام ده مش حفظ، احنا عايزين نفهمه، لان هو مش بيسأل على حفظه ابدا، على تفاصيل الكلام. بص، البروتوكول ده اللي صدر من مدينه اسكندريه، على فكره تاني يوم النحاس هيمشي، حتى لا ضربات استباقيه، حتى لا يطلب ثمن المهي الاستقلال التام لمصر والسودان. يعني الجامعه جوشها على النحاس وحش شويه، وقعها النهارده مش بكره. طيب، ما هي اهم نصوص بروتوكول الاسكندريه لانشاء الجامعه؟ بص يا بابا، واحد، تؤلف جامعه الدول العربيه من الدول المستقله التي يرغب الانضمام اليها. يبقى اول نص الجامعه هتضم المستقلين بس. طب ما ده اول ضعف. ليه؟ كان في الوقت ده لما تدور على المستقلين 7 دول ويعتبروا كلهم في الجناح، معظمهم الجناح الاسيوي. طب كويس، يعني الجامعه هتضم المستقل، طب ما ده هيقلل اعدادها. ماشي. 2، قرارات الجامعه دي اللي هيرأسها مجلس جامعه الدول العربيه، ده له اغراض اهداف اداريه. مجلس الجامعه ده بيعمل ايه؟ يوثق العلاقات، يعني نظر في مصلحتنا، وبيشوف اتفاقيات لتقويه العلاقات، صيانه استقلالنا من اي اعتداء. له ايه؟ قرارات اداريه. 3، خلي بالك للقرار ده بيقول ايه بقى. قرار الجامعه ملزما لمن يوافق عليه. طب يبقى كل واحد بمزاجه. يعني ايه القرار ملزم؟ مفيش اجبار عليك، فكل واحد يختار اللي هو ايه عايزه. فده قرارات الجامعه ملزمه لمن يوافق عليها. هما بيحاولوا يطبقوا نوع من الديمقراطيه، بس طب ما هو كده ده هيفككنا، لان كل واحد هيبقى برايه. ماشي. عدم الالتجاء الى القوه في فض المنازعات بين البلاد العربيه. يا اخوانا، احنا عايزين نعمل زي السعوديه واليمن في اتفاقيه الطائف، يعني ما تستخدمش قوتك العسكريه للاسف في الاعتداء على دوله عربيه. وده اللي حصل العراق لما غزت الكويت 81، وخالفت الجامعه انك بتستخدم قوه عسكريه. يا اخوانا، الجامعه بتعمل ايه؟ بتحل خلافات. طيب، انتبه للمعلومه اللي جايه دي، مهمه جدا. عدم اتباع سياسه خارجيه تضر بجامعه الدول العربيه. يا اخوانا، ما تعملش حاجه بره تضرني انا جوه. طب ما هذا الكلام مشابها للي عملته مين بقى؟ شوف الربط دي، حته في السكالانس. في معاهده 36 بريطانيا قالت لنا ايه؟ ما تعملوش معاهدات خارجيه تضر بمين؟ بالمعاهده. انتوا حرين في المعاهدات السياسيه بشرط الا تخالف معاهده. ما الكلام ده كان موجه ضد دول مين؟ المحور. احنا مش عايزين حد يعمل سياسه بره تضرنا احنا جوه. ما انت العراق دخلت حلف مين؟ بغداد 55 اضرت بينا. ما ده اللي خلت مصر ثوره 52 ساندنا المعارضه العراقيه، لان احنا كنا بنقف بمسافه واحده على الجميع. الفصل الرابع عدم الانحياز. ما انت ما بتعمليش حاجه بره تضرني جوه. كمان
آخر نص في البروتوكول: الحفاظ على صيانة الدول بحدودك اللي انت انضميت بيها. مصر ليها حدود سياسية نحافظ عليها، بس مش مصر ليها حدود تتوسع على حساب السودان أو السودان تغزو لا، أنا بحافظ على استقلالك بحدودك اللي انضميت بيها. زي للأسف ليه الجامعة ما دخلتش في لواء الاسكندرونه اللي عملته فرنسا وعطته الترك ارض سوريا، لان كانش الجامعه انشئت، لان الكلام ده كان سنه 39. خلاص يا شباب معايا في الجزئيه دي كويس. عملنا البروتوكول. طبعا تولد من البروتوكول يوم 22 مارس 45 تم توقيع ميثاق جامعه الدول العربيه. طبعا كانوا 7 بس زي ما احنا متفقين، لان الجامعه تضم المستقلين وكلهم في الجناح الاسيوي: ام الدنيا مصر، ام المشاكل العراق، السعوديه وتحتها يمن، و3 موزع عرب: سوريا، لبنان، الاردن، كلهم في الجناح الاسيوي. خلاص للاسف 7 بس، وكل دوله استقلت دخلت بعد كده. احنا الان 22 دوله، اخر دوله دخلت جزر الجمر 93، وفلسطين دخلت كمنظمه 76. احنا حاليا 22 دوله، بس هي بدات ب7. طبعا اختاروا القاهره، اختاروها ليه؟ لدورها دور النحاس في انشاء جامعه الدول العربيه، واختاروا عبد الرحمن عزام باشا اول امين عام لجامعه الدول العربيه. طيب البروتوكول جه قوي جدا، بس للاسف لما اتعمل الميثاق، لما الميثاق اتعمل كان هناك ضعف في ميثاق جامعه الدول العربيه، فكانت اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب. ايه بقى سبب ضعف ميثاق الجامعه؟ 1، اول سبب في ضعف الميثاق الاستعمار. لديه خطه لما يسمح به من وحده بين العرب. يا باشا الاستعمار حاططنا في علاقات معينه، لكن لما تيجي تعمل وحده عسكريه زي ما حابين نعمل احنا وسوريا يخشوا لك وهم يعني. يبقى الاستعمار حاططني في كادر معين. 2، الخلافات الأسرية والطبيعة الطائفية التي حرص عليها أغلب الملوك العرب. إخواننا مشكلتنا عروش وهمية، وده سني، ده شيعي، أسرة عبد العزيز الشريف، ده من ده علويين، ده ففي خلافات طائفية ونزاعات أسرية محلية. طب وبسبب العاملين دول عملوا ايه بقى؟ قالوا بص، أول ضعف في الكيان: أي قرار للجامعة بإجماع الآراء. نعم لازم ال7 يوافقوا. طب لو 5 وافقوا و2 اعترضوا، يقول لك يبقى ملزما للي وافق بس، يعني كل واحدة حر. ما هو قال في البروتوكول ايه؟ القرار ملزم لمن يوافق عليه. ولهذا مفيش حاجه اسمها الاجماع. المفروض الاجماع ده حاليا عشان نعالج هذه الثغره الكبيره نحوله الى اغلبيه، بس يلتزم به الجميع، من وافق ومن لا يوافق. لو انا امين عام للجامعه الثغرات اعدله، لان يعاب عليك انك مفيش حاجه اسمها اجماع. طب اجماع مش هياخدوا ولا قرار بالاجماع، لان في ناس بتعترض. احنا نشوف الاغلبيه افضل. يعني النهارده انتوا 22 دوله عايزين نقف مع غزه، اهالينا 15 دوله وافقوا و7 امتنعوا، ال 22 يساندوا غزه، ال 15 يمشوا كلمتهم على ال7. مش حاسس ما 15 بس اللي يبعتوا ال7 يقولوا لا، لازم القرار يتحول من اجماع لاغلبيه، لان كده اتحاد الجامعه بدا اتحاد حكومات مش اتحاد. فشلوا في املنا في الوحده من البدايه، احنا كشعوب نفسنا في الوحده، ده اتحاد حكومات. فشلوا في تحقيق امالينا. ورغم هذا الميثاق ليه اهداف كويسه، هي اللي جايه في البروتوكول. احنا هدف الميثاق توثيق العلاقات بين الدول، صيانه استقلالنا، تنسيق صيانه استقلالنا، تعاون البلاد العربيه فيما بينها، اللي عايز يتعاون اكتر. يعني اهداف الميثاق بتؤدي نفس البروتوكول الى الاتحاد، عدم اللجوء الى القوه. يبقى ايه هدف الجامعه؟ رغم مساوئ الميثاق ليه هدف كويسه: توثيق، تنسيق، صيانه. 2 بنتعاون، 1 ما نلتجأش للقوه. طب كويس. للاسف ميثاق الجامعه ظهر ضعفه في محنه فلسطين. بص بقى يا اخوانا اللي جاي ده نقط مهمه جدا. ظهر ضعف ميثاق جامعه
الدول العربية في محنة فلسطين. في ايه بقى؟ بص يا اخوانا، اليهود دخلوا فلسطين في 1548. انت كجامعة تمام، اول حاجة اوتوماتيك كده انت لازم يبقى عندك قوة عسكرية، قوة ردع للوقوف هذا العدوان من خلال الجامعة. ما كانش فيه قوة عسكرية. يبقى النهاردة الناتو قوي ليه؟ في دفاع مشترك وقوة عسكرية. أقوى حلف في العالم شمال الأطلسي اللي هو الأطلنطي، الناتو بيخجل العالم لا قوته. يبقى أنت أول ضعف ظهر لك، السبوت كده ظهر، أول ثغرة أهي، أنت ما عندكش جيش. 2، إيه كمان تاني؟ في حكام عرب عروش وهمية خايفين يبدوا، كانوا واقعين تحت ضغط أمريكا والغرب، ده كلهم جايين بإيديهم العروش الوهمية. هناك حكام عرب وقعوا تحت ضغط الولايات المتحدة وأوروبا. 3، ظهر التفكك السياسي في حرب 48. يا اخوانا 4 دول بس، مصر والأردن وسوريا والعراق، ومصر بقوات أساسية والباقي رمزي. فين باقي العرب؟ يبقى ده دليل إن مفيش وحدة سياسية، مفيش قرار واحد. يبقى محنة فلسطين هي جرس الإنذار لينا. الحل إيه؟ الحل جاله نعمل يا جماعة ميثاق الضمان الجماعي المهم جدا، 50 يونيو، اتفاقية الدفاع المشترك. أول ما أكتب كلمة دفاع مشترك دماغك ترجع لمين؟ 1، لروسيا لما وقعت مع تركيا بعد صلح كوتاهية في 33 اتفاقية دفاع وهجوم مشترك ضد محمد علي. ماشي، يعني ايه؟ هدنة مؤقتة. ميثاق الضمان قلنا ايه؟ بدل ما في جيش نعمل جيش، خلاص نعمل جيش. المادة الثانية بقى بتقول ايه؟ ان الاعتداء على دولة بمثابة اعتداء على الجميع، فالدولة دي ترد، ردت ما ردتش كلنا ايد واحدة في رد العدوان. مانجا. المادة الثانية بجلاوة، جاتو. ماشي، على رأي شلبوك، حتة ايه لف الرفعة دي من معلول ايه لف الجاتو. فدي المادة الثانية لفة الجاتو بتاع شلبوك. ماشي يا عم، ميثاق الضمان كحلو، خد امضي، احنا اتفقنا الا نتفق. في دول لمصالحها رفضت الانضمام للميثاق، دول مالهاش في المشاكل وبقى بتروليه وخليج وبتاع، مرضوش. فمصر قالت طب اقول لكم حاجه، بدل كلكم مش ايد واحده، نحن سنحول ميثاق الضمان الكتله ده الى اتفاقات ثنائيه، اللي يرتاح لدوله يتفق معاه، زي ما احنا ارتحنا لسوريا في 66 في دفاع مشترك، انضربنا احنا وهي في 67. ما هو ده علاقه ميثاق الضمان بعدوان اسرائيل علينا في 67. وهقوله تاني في العدوان، انك وقعت اتفاقيه دفاع مشترك مع سوريا طبقا لميثاق الضمان الجماعي. خلاص ختم. طبعا انت لو حققت الماده الثانيه هنحقق حلمنا في الوحده، هنقوي العلاقات لما تعرضت اي دوله في المستقبل للاستعمار، خلاص هنساعد في مكافحه مشكله فلسطين. الماده الثانيه دي كانت هتعمل عمايل، خلاص ده لو نفذناها، فاحنا استبدلناها لان في دول رفضت. ختم الجزء بتاع الجامعة بمين يا بابا؟ بدور مصر في استقلال البلاد العربية. احنا لينا دور قبل ثورة 52 وبعد ثورة 52. انت قبل الثورة مساندة سوريا طبعا، حصولها على استقلال 46 ابريل، لبنان ديسمبر 46، ليبيا لما كانوا هيمزجوها احنا تمسكنا بوحدتها لما ايطاليا مشت، واكدنا عروبة فلسطين باشتراكنا في 48. الكلام ده قبل الثورة. بعد الثورة انت مساند ثورة العراق بتاع 58 الاستقلال من بريطانيا، انت مساند ثورة الجزائر، انت لما قامت من القاهرة 54 انت مساند ثورة اليمن، ثورات عربية اهي انت مساند طبعا مفيش كلام. احنا مساندين العراق، الجزائر، اليمن، المغرب في الحصول على الاستقلال، خلاص
مساند مين تاني؟ طبعا القضية الفلسطينية، وساندنا السودان في تقرير مصيره. احنا طبقنا مع السودان مبادئ ويلسون. لما جمال عبد الناصر احنا وقعنا مع انجلترا اتفاقية 53 انها تمشي من السودان، وجمال عبد الناصر في 56 عمل استفتاء والشعب السوداني طلب الانفصال عن مصر، وانفصلوا، اعطيناهم حق تقرير المصير، واحنا ايدنا وما زلنا نؤيد القضية الفلسطينية. تمام؟ يبقى احنا لمينا الجزء الاولاني بتاع الفصل السابع اللي هي القومية وانشاء جامعة الدول العربية. انت بمراجعة الفيديو ده والحل عليه مش هتحتاج اساسا انك ترجع للشرح. انا مسكت لك باسلوب الشرح خاصة في الفصل ده عشان ما عديش حاجة. شد حيلنا زي ما بنعمل في الاونلاين. هنخش دلوقتي على مذكرة النواتج بسرعة ونشوف اخبارها ايه. هنبدأ دلوقتي في مذكرة النواتج اللي هي معاك، واحنا على طول كل حصة بفهمك. عايز المذكرة دي ابعت لفريق العمل، هم يبعتوها لك PDF، يبعتها لك متصورة زي ما انت عايز. خلاص؟ طيب بصوا يا جماعة، هناخد الدرس الاولاني تطور فكرة حركة القومية بسرعة كده. احنا بنراجع الكلام اللي قلناه عشان لو في نقطة بنوضحها. بيقول ايه؟ معوقات القومية العربية اللي هي سياسة الاستعمار في فترة ما بين الحربين. لسه شارحينها. طيب من اسباب انهيار القومية العربية في ظل الاستعمار الاوروبي هو العصبيات. العصبيات اللي هو ايه؟ التمسك بالاصل اللي هي النعرات. ماشي؟ طيب اتبع الاستعمار سياسة عامة لإضعاف القومية العربية، حصر الدول في مشاكلها ايه؟ الخاصة، كل واحد ملهي بالاستعمار اللي عنده. حاول الاستعمار التفريق والتباعد من خلال تقسيم الوطن العربي إلى أجزاء. يرجع تمزيق الوحدة المادية اللي هو بدل المادية يبقى أغراض اقتصادية، الحواجز الجمركية. هو عايز يستخدم علم الاقتصاد. كان هدف الاستعمار من إقامة حدود سياسية أعاقت الوحدة، هو بيمنع الترابط. تقسيم الاستعمار لدويلات صغيرة، احنا قلنا فتت المتفتت والجمركية. هذا الأسلوب يندرج تحت أساليب سياسية استخدم علم السياسة والاقتصاد. طيب بيقول لك من الدروس المستفادة من تقسيم الوطن العربي إلى أجزاء منفصلة. عايزين درس إن احنا والجمارك. يتمثل الدرس في قيم الانسجام والوحدة. قسم الاستعمار الوطن العربي إلى دول المساحة والسكان أثر سلبي على القومية. إزالة الحوادث. عمل الاستعمار على القضاء على الوحدة العربية وتفتيت المنقالة، إثارة النعرات المحلية. احنا عارفين أشهر نعرتين، الفرعونية في مصر والفينيقية في سوريا ولبنان. الصدام الثقافي بين المفكرين في مصر وسوريا. أساليب الاستعمار إثارة النعرات، كله بيؤدي المعنى واحد. من أساليب الاستعمار تسمية العرب بأسماء مختلفة، ده مصري ده سعودي، بهدف الفرقة والانقسام. عمل الاستعمار على إخراج بعض الشعوب العربية عن الجنسية زي ما فرنس مين؟ الجزائر. عمل الاستعمار الإخراج الجزائر بإطار القومية مستخدما الإغراءات المالية اللي هي امتيازات الاقتصادية والطبقية. زرع الاستعمار بذور الفتنة، بعدلها الطائفية، إثارة روح العداء، زي قلنا المسلمين والمسيحيين في الجناح العربي الآسيوي في لبنان، الجناح العربي الأفريقي في مصر. عمل الاستعمار على إثارة روح في اليمن من خلال الزيدية السنية والمحميات. طيب قام الاستعمار بالتفريق بين السنة والشيعة في العراق، واحنا قلنا ده من أحد عوامل بطء الحركة من 30 إلى 36 ثورة بكر صدقي. عمل الاستعمار على إثارة بعض القضية العنصرية، إن هي إيه؟ قلنا المغرب، البربر ولبنان، وقلنا دي كلها من أصول إيه؟ أوروبية ترجع إلى قارة أوروبا. حاول الاستعمار إقناع سكان المغرب العرقية. طيب سخر الاستعمار التعليم لإضعاف الثقافة عشان يعيق التواصل، كله ده بيعيق تواصل، كلها دي سياسات. خلق الاستعمار عروش وهمية بتعيين فيصل عرش وهمي، قلنا توفيق عرش وهمي. عندنا عبد العزيز لما شالوا السلطان عبد العزيز جابوا مولاه عبد الحفيظ في المغرب. ماشي؟ الأسرة الهاشمية في العراق. حارب الاستعمار فكرة القومية، السيطرة على مقدرات
الشعوب. طيب بص يا بابا، بيقول لك ايه؟ احنا مش خايفين على اللي بيعملوا. احنا قلنا لا خوف على القوميه ما دام لغه تاريخ ثقافه. شوف بيقول ايه؟ لا خوف يرجع الدافع الحقيقي الافكار الايديولوجيه اللي هو اللغه والثقافه، ايديولوجي. من العوامل اللي تربط الاقطار اللغه، ماشي. من العوامل اللي تربط العواطف الثقافه. يرجع تماسك بنيان الامه الثقافه العربيه. من عوامل إحياء القومية العربية في الثلاثينات التقدم العلمي والتكنولوجي، قلنا وسائل الاتصال. من عوامل إحياء القومية الجوانب المادية وسائل المواصلات. الجوانب المعنوية الصحف والطباعة. الحتمية الاجتماعية تقدم مناهج التعليم. بص يا بابا، هو بيقول لي في لازم حاجات اتقدمت فلازم العرب هيتحدوا. فلما اجي اقول لك التقدم في الجوانب المادية هتقول لي مين؟ تقدم الوسائل النقل الاتصال، ده شيء مادي. الجوانب المعنوية الصحف والطباعة. الحتمية الاجتماعية توحيد مناهج التعليم. من عوامل القومية الحديثة طبعا وسائل الاتصال. ماشي، هنخش على بيقول لك ترتب على ظهور القومية العربية في العقد الرابع اقتنعت كل دولة عربية، قلنا العود يحمي بحزمته، إن الاهتمام بمشاكلها الخاصة لا تجدي، وأنها أقوى بشقيقتها بدافع الكفاح المشترك ضد الاستعمار. إقناع كل دولة عربية باهتمامها بمشاكلها زي ما قلنا. طيب وده بيؤدي للوحدة والتماسك. بدأ بروز القومية مع العقد الرابع من القرن العشرين. بص يا بابا، بيقول لك احنا بدأنا نصفي الخلافات. قلنا 3 سعودية 2 فلسطينية سلة مع المهنية. أول أشكال تصفية الخلافات ما بين السعودية واليمن الطائف جنوب غرب شبه الجزيرة. استطاعت السعودية تأمين مجالها. تميزت معاهدة الطائف بالخصوصية لأن بين اليمن والسعودية. توقفت الخلافات بين الأسرة الهاشمية وملوك وسط شبه الجزيرة الإخاء والتحالف، اللي هي معاهدة 36 تصفية خلاف موروث إخاء وتحالف. وقلنا انضمت إليها البلاد العربية وأصبحت منفتحة. ترجع جذور العداء الموروث بين الهاشميين والسعوديين إفشال مخططات الحسين لما عبد العزيز عمل اتفاقية دارين. تم تسوية الخلافات بين مصر والسعودية. الوهابيين كانت أقدم خلاف لما إبراهيم قضى على الحركة الوهابية. مشكلة فلسطين تقارب من خلال عقد مؤتمرات قلنا بولودان والمائدة المستديرة، ثم التخصصي مؤتمر الطب والمحامين والمهندسين. طيب الجامعة بيقول لك كان دعم بريطانيا للوحدة العربية أثناء الحرب العالمية الثانية لأهداف استراتيجية اللي هي قناة السويس. اقتصاديا البترول. بيقول لك العلاقة بين الحرب العالمية الثانية علاقة ارتباط. أرادت بريطانيا تخفيف، هي ليه بقى بتشجع تخفيف حدة العداء العربي، أظهرت لها أهميتنا اقتصاديا واستراتيجيا. تمام؟ تزايد اهتمام التفكير العربي بالوحدة من أجل التخلص من الاستعمار. قلنا سين مشكلة فلسطين والاستعمار. أعلنت بريطانيا أي وحدة مستر أيدن بعد تولي النحاس الوزارة 42 اللي هي حادثة 4 فبراير. ربطت مصر بمستر بتصريح أيدن. القاسم المشترك بين النحاس وأيدن، القاسم اللي بينهم الدعوة إلى الوحدة والقبول، بس بيختلفوا. قلنا النحاس ده راجل شمولية الدعوة. استجاب حزب الوفد لتصريح أيدن على فكرة في ظل وزارة النحاس الثانية بعد حادثة 4 فبراير في ظل الملك فاروق. رئيس سوريا اللي استجاب لدعوة النحاس طبعا ده شكري الكواتلي، وفي لبنان بشارة الخوري، دول مرتبطين بالسادس. أول الاجتماعات عقدت في الإسكندرية اللجان التحضيرية. اختلفت دعوة مصر عن الدعوات السابقة، وقصده هنا تعود الدعوات السابقة لمين؟ لمحمد علي والشريف حسين. ده عايز جناح عربي وآسيوي، ده جناح آسيوي بس. قلنا النحاس شاملة. بروتوكول اسكندرية نص على اعتراف باصطيادة الدول المنضمة. حرص البروتوكول مفيش إجبار، وده قلنا ملزمة لمن يقبلها،
ولعلمك ده ضرنا، نص خاص ضرنا مش هيوحدنا. ظهر بروتوكول اسكندريه اضعف، وظهر في طريقه التصويت زي ما انا بقول لك دلوقتي. ماشي. ناقش النحاس انشاء الجامعه من مجلس الشيوخ، امين عام عبد الرحمن عزام باشا. تم توقيع طبعا ميثاق الجامعه وقع في عهد وزاره النقراشي في مصر، وكانت مصر تحت حكم الملك فاروق تزامنت. شاركت الجامعه مصر رغم طبعا التصحيح لان احنا خدنا الاستقلال. اتفق الميثاق والبروتوكول عدم، لما نقول القاسم المشترك بينهم عدم الالتجاء الى القوه. بين ميثاق الجامعه والبروتوكول صيانه واستقلال الدول. ظهر ضعف الميثاق في محنه فلسطين، ما عندناش جيش. من ثغرات ميثاق الجامعه ان في حكام وقعوا تحت ضغط الدول الاوروبيه. من نصوص ميثاق الجامعه بروتوكول اتخاذ القرار بالاجماع. من المقترحات ان احنا نحول من الاجماع لاغلبيه زي ما قلنا. من مبادئ جامعه الدول العربيه احترام واستقلال اي دوله. عملنا ميثاق الضمان لو احنا عملنا قوه عسكريه. تشابهت معاهده 33 زي ما قلنا بين تركيا وروسيا في ميثاق الضمان الجماعي اللي هو الدفاع المشترك. يمكن التوقع إذا تم محكمة نحافظ على الأمن القومي، عدم تعرض أي دولة للاتحاد. كان لمصر دور في العهد الملكي في حركات التحرر في سوريا ولبنان، ده أيام الملكي لأن قبل 52. كان لمصر دور في العهد الملكي في ليبيا، الكلام ده بيتكلم عن دور مصر في استقلال البلاد العربية يا شباب، في ليبيا وسوريا ولبنان، ده قبل 52 يبقى الملكية، لأن الملكية لغاية 18 يونيو 53. نتج عن عقد اتفاقية مع السودانيين، ماشي، اللي هو منحت ثورة 52 السودان قلنا حق تقرير المصير طبقا للاتفاقية ان انجلترا تسيب السودان، وسابتها 56 وعملنا استفتاء وحصلت السودان على الاستقلال. يبقى دول مصر قبل الثورة وبعد الثورة. دي مراجعة سريعة بس لعلاقات الربط اللي معاك في التشابهات والربط. تمام؟ احنا كده خلصنا الجزء الاولاني. باذن الله لما اعمل ورشه حل على السابع ههتم جدا بحله، هنحل فيه نسبه كبيره جدا من مذكره التدريبات اللي معاك. احنا بنسمع الفيديو اللي انا لسه مراجعه وبروح حالل عليه واطبق مذكره التدريبات واروح فاتح فيديو الشرح. خلاص، شد حيلك، لسه بدري، احنا بنذاكر الفصل مره واتنين. اخوانا النظام الجديد ده نظام متعه، انك بتفهم ما بتحفظ. تعرف انت لو في النظام الجديد وما حفظتش كنت اقول لك الوقت راح هتحفظ قدام، لكن دلوقتي انا بفهم، اسمع، اجرى، اطبق. شكرا. حل، لسه بدري، خلي عندك دافع. احنا بدوافع ان انا اخلص من الثانويه قدامي مستقبلي. فانا بعمل ايه؟ ان انا دلوقتي ابدا اجرى الفصل، اسمعه مره واتنين، شرح، مراجعه، وابدا اطبق عليه. مره اغلط مره احل صح. حليت 6 مرات صح، مثلا 6 مرات غلط، 7 مرات احل صح. المشكله في كده يعني. ما تحل غلط واعرف غلطك ايه وطبق تاني، مره في التانيه المعلومه هتثبت. تمام؟ شد حيلكم وربنا يوفقكم، والسلام عليكم.